أجيال ورا أجيال هتعيش على حلمنا، واللي نقوله اليوم محسوب على عمرنا. أجيال ورا أجيال هتعيش على حلمنا، واللي نقوله اليوم محسوب على. الحكم في مؤسسة الأهرام باحث رصين وعميق وكبير، لأن له ما يعني لا يمكن أن تمر تجربة انتخابية في مصر أو في الخارج إلا وأجد إما يتابعها أو يتناولها بدراسة أو يسعى إلى إعداد كتاب أو موسوعة علمية في هذا المجال. وله أيضا كثير من الكتب والمؤلفات، أهمها الموسوعة البرلمانية التي استطاع أن يتناول من خلالها موضوعات وقضايا ومصطلحات ترتبط بالانتخابات والعمل البرلماني. وما من باحث في العلوم السياسية إلا ويسترجع ويعتمد على هذه الموسوعة حتى يمكن أن يستفيد. أيضا نستمع في هذه الجلسة أيضا للدكتورة منال متولي حول السياسات الاقتصادية للمرشحين، وأيضا تشاركنا الأستاذة الدكتورة نورهان الشيخ بالتعقيب على هذه الأوراق. ونستمع إلى رؤية الشباب الأستاذ نادر السيد، ولعل تشابه الاسم مع الحارس الشهير يؤكد أن المعنى هنا مختلف. فحراسة نادر السيد للثورة يجب أن تتعاظم في الفترة القادمة أكثر مما تتحول حراسة نادر السيد الآخر لحراسة المرضى. ونحن أحوج ما نكون إلى شباب يحرس ثورته ويحمي مجتمعه. ونتمنى أن نستمع منك يا نادر إلى موضوعات جادة تتعلق بهذا الطرح. سيكون لكل متحدث ربع ساعة لعرض ورقته. ويتفضل الآن الأستاذ الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام بعرض ورقته البحثية حول السياسة الخارجية وبناء الدولة والنظام الديمقراطي في مصر في أوراق مرشحي الرئاسة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيدي الرئيس على هذه الكلمات الرقيقة والتي تجعلني في واقع الأمر أمام تحدي مستقبلي، تحدي كبير الآن. كما أشكر الأستاذة الدكتورة نورهان الشيخ على دعوتي أو تكليفي بهذا العمل، وبالطبع الشكر الموصول لمؤسسة فريدريش إيبرت. هذه الورقة أو هذا الموضوع الذي كلفت به هو مرتبط ببرامج المرشحي انتخابات الرئاسة، وتحديدا طبيعة النظام السياسي والحديث عن آليات الحكم في هذه البرامج. وبداية هناك مشكلة، هناك مشكلة بالتأكيد الدكتور صفوت ذكرها في البداية، أن بعض البرامج مكتوب وبعضها غير مكتوب، وده يعتبر أمر سلبي بشكل أو بآخر، لأن هناك بعض حتى مرشحي الانتخابات المحليات بتجد لديهم ولو حتى كتب ورقة بسيطة في هذه عن ترشيحه أو عن برنامجه أو عن أهدافه، فما بالك بمرشح لا نقول حتى مجلس الشعب أو شورى، بل نقول مرشح رئاسة ليس له برنامج مكتوب. هذه واحدة. الأمر الثاني أن بعض هذه البرامج كانت لها عناوين واضحة، مما يجعل هناك نوع من إعلام للناخب أو إعلام للقارئ في ما تتضمنه. بعضها طبعا لم يكن لديه أي عنوان على وجه الإطلاق. برنامج حمدين صباحي بس ما فيهوش أي عنوان، برنامج محمد مرسي له عنوان، برنامج
عمرو موسى له عنوان، برنامج ابو الفتوح له عنوان. هذه البرامج اختلفت ايضا من حيث حجمها، يعني من حيث حجمها طبعا بالنسبه للبرامج المكتوبه اكبرها طبعا حجما هو برنامج ابو الفتوح. انا لا احب ان امر على او يعني اعول كثيرا على مساله الكم العدد من الاوراق، لكن كانت ملاحظه ان برنامج ابو الفتوح على سبيل المثال 3 أضعاف اكبر برنامج يليه، 3 أضعاف اكبر برنامج يليه من حيث الحجم. طبعا من حيث البرنامج الممنهج او اللي تم تبويبه هو برنامج ايضا ابو الفتوح، هو برنامج ابو الفتوح اكثر البرامج تم تبويبها، وهو برنامج ممنهج الى حد كبير، على عكس ان هناك بعض البرامج الاخرى على سبيل المثال برنامج عمرو موسى تجد انه كل فقره من فقراته تحتوي كل شيء، يعني تستطيع انك انت تجد فيها اكثر من فكره. ايضا بالنسبه للمرجعيه من السهل ان تجد عنوان للمرجعيه في بعض البرامج او قليل من البرامج انجاز التعبير. برنامج مرسي بيتحدث عن ان هو مرجعيته اسلاميه، على استحياء برنامج ابو الفتوح بيتحدث عن نفس المرجعيه. باقي البرامج لا تجد فيها اي نوع من المرجعيات، يعني مفيش اطار مرجعي صاحب البرنامج بيحدد نفسه فيه او يقولب نفسه فيه او يؤطر نفسه فيه انه داخل هذا القالب او داخل هذا الاطار. طبعا غلب على البرنامج، غلب على كل البرامج انها برامج اشخاص، يعني برامج اشخاص وليس برامج احزاب، وان كان اصحابها بعض اصحابها منتمين لاحزاب سياسيه، يعني حتى رغم هذا غلب عليها طابع الشخصي، حتى بعضها كتب بشكل مقالة رأي، يعني كما انا ارى وانا شايف وانا عايز اعمل وانا هعمل وانا شايف وانا هرى وانا، يعني يغلب عليها طبع الرأي اكتر ما البرنامج العلمي المنضبط. وهنا مثلا برنامج مثلا الاخ محمد فوزي عيسى. على كل بدون الخوض في هذه الملاحظات الشكليه، لو لجأنا الى او اتجهنا الى طبيعه قضايا الدوله والنظام الديمقراطي في هذه البرامج، وانا قسمتها الى عده اقسام. القسم الاول هو نظام الحكم، 2 الدستور، 3 الاداره، 4 المؤسسات الامنيه، 5 المؤسسات الغير الرسميه. فيما يتعلق بنظام الحكم هناك كان امرين اساسيين: طبيعه العلاقه ما بين السلطات وطبيعه ومهام هذه السلطات. فيما يتعلق بطبيعه العلاقه ما بين السلطات، كافه مرشحي الرئاسه تجد طبعا ما رفضوش، ما قالوش احنا بنرفض النظام البرلماني، لكن لا تجد فيهم احد يتحدث عن نظام برلماني، وهذا طبعا مفهوم على اعتبار ان النظام البرلماني بيحد من سلطه الرئيس الدوله، فما فيش اي مرشح من المرشحين تبنى النظام البرلماني. لكن كان هناك مرشح واحد فقط او 2 وعلى استحياء تبنوا النظام المختلط، اللي هو مرشح اللي هو برنامج ابو الفتوح وبرنامج خالد علي. تبنوا نظام مختلط يجمع ما بين البرلماني وما بين الرئاسي، واما باقي البرامج فتبنت جميعها النظام الرئاسي. وان كان البعض منها يعني تبنى عبارات وهو بيشرح النظام اللي يتبناه، فبيتجد ان هو بينزلق في بعض المسميات او بعض العبارات او بعض المصطلحات ربما تكون خانوا لسانه او خانوا قلمه وهو بيكتبها، فيكتب مثلا مع محمد فوزي عيسى: انني ادعو الى ديكتاتوريه المؤسسات، ولا اقول ديكتاتوريه الافراد، اقول ديكتاتوريه المؤسسات، ويشرح في عباره يبدا يبرر او يبدا يعني يجد نفسه ان هو بيعتذر متلقائي يعني ايه ديكتاتوريه المؤسسات، او بيعتذر عن هذه الكلمه فبيبررها فبيجي يشرحها. لكن طبعا الكلمه انطلقت ان هو يعني ديكتاتوريه المؤسسات ان هو ما هوش حكم فرد، لكن مرتبط طبعا بامكانيه ديكتاتوريه المؤسسات. بنتكلم عن ديكتاتوريه البرلمان، ديكتاتوريه السلطه التشريعيه، برضه هنقدر نتكلم عن ديكتاتوريه السلطه التنفيذيه، يبقى ما عملناش حاجه. الامر الثاني ان البرامج اللي بتتكلم عن النظام المختلط، اللي هي البرنامج تحديدا برنامج ابو الفتوح، بتجد ان هو يميل بعض الشيء الى النظام الرئاسي، فهو يتحدث عن امكانيه ايقافه لاي تشريع يصدر من البرلمان باغلبيه الثلثين، بيتحدث عن رفضه لان يكون هناك جمع ما بين الوظيفه البرلمانيه والوظيفه الوزاريه، فهو بيتجه شيء في شيء او بيميل بقدر او باخر الى النظام الرئاسي. على عكس طبعا عمرو موسى اللي بيقعد يتكلم على ان هو رئيس جمهوريه ورئيس الدوله والى اخره، فواضح بالتاكيد طبعا ان هو
بيتبنى النظام. مهام السلطات الدولة أيضا هنا متباينة. يعني عندما يتحدث فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية بتجد ان كل البرامج تقريبا كان عندها المكتوبة كان لديها درجة من الوعي شوية ان هي ما تسيبش الأغلبية في مجلس الشعب، فما تتحدثش عن مين يبدأ. يعني بمعنى ان هي استطلعت قدر الامكان او استدركت ان هذه المشكله قائمه حتى الان فيما يتعلق ما بين العسكري والجنزوري من ناحيه، وما بين جماعه الاخوان والبرلمان من ناحيه ثانيه. فابتعدت تماما عن هذه القصه، مفيش اي كلام على ان مين يشكل الوزاره او مين يعزلها او مين يحل البرلمان. كل البرامج المكتوبه تجنبت هذه المشكله تماما من قريب او من بعيد. ولكن لم يفت طبعا برنامج زي برنامج مرسي انه يتحدث عن المشاركه للمغالبه. وهنا لما يتحدث دايما عن المشاركه للمغالبه طبعا كلنا قلبنا بيعمل كده اهو، بينبض على طول. يعني تبدا تحس ان في اشاره في حاجه حمراء كده ابتدت تنور ان المقصود بيها العكس على طول. فيما يتعلق به طبعا فيما طبعا ده في مشاركه للمغالبه فيما يتعلق بتشكيل الحكومه. ايضا بنجد ان برنامج ابو الفتوح بيتحدث عن برنامج حمدي بيتحدث عن دوله المؤسسات، اللي بيتحدث عن السلطه التنفيذيه. برنامج عمرو موسى مقسم الى 3 كيانات، ال100 يوم، ال9 اشهر الاولانيه، وبعد كده مفتوحه الباقي المده اللي هي 4 سنوات. ففي ال100 يوم الاولى بيقول ان هو هتكون هناك حكومه تحوز الثقه. لا بيقول لنا مين اللي هيشكل الحكومه ولا ازاي هتتشكل ولا اي شيء. وعنده ورش عمل رئاسيه في ال100 يوم دول. الورش العمل الرئاسيه دي هتوصل لنا لبعض القرارات او توصيات هترفع الى الحكومه هترفعها على البرلمان لتكون في صوره تشريعات. الطوارئ هو هيلغي الطوارئ كسلطه تنفيذيه، في المقابل طبعا ابو الفتوح اللي هيلغي كل القوانين الاستثنائيه. فهنا في نظره اشمل وفي نظره اوسع دائما لبرنامج ابو الفتوح مقارنه ببرنامج عمرو موسى. من حيث السلطه التشريعيه بنجد ان البرامج المكتوبه بتتحدث عن التعاون ما بين السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه، وبتتكلم بعض البرامج زي برنامج ابو الفتوح بيصل بيه الدرجه لسحب الثقه من عضو البرلمان. وما قالش ازاي سحب الثقه من عضو البرلمان اللي يخالف وعوده اثناء الدوره البرلمانيه او اثناء الفصل التشريعي. حمدين صباحي بيتحدث عن ان سلطه مطلقه للبرلمان في مجال التشريع والرقابه، في حين ان محمد مرسي بيتكلم عن مراجعه التشريعات اللي بتنظم العلاقه ما بين السلطات. وهنا طبعا الكلام مفهوم فيما يتعلق بتنظيم هذه العلاقه لصالح السلطه التنفيذيه. وده يمكن في تقديري مبرر فيما او بيجد تبريره في تعليق مساله الدستور حتى الان وعدم حسمها حتى بعد انتخابات الرئاسه، بحيث اذا كان الرئيس هيكون من خارج جماعه الاخوان هيكون شكل الدستور معين، واذا كان من داخل جماعه الاخوان هيكون له طابع او شكل خاص. في ال100 يوم بتوع عمرو موسى بالنسبه لعمرو موسى تحدث عن حاله وفاق مع البرلمان، انهاء منظومه المعوقات التشريعيه نتيجه التشريعات الكبيره والملتبسه لدى خالد علي بشكل كبير. فيما يتعلق بالسلطه القضائيه هنا بتجد ان برنامج ابو الفتوح في امرين هامين، كلهم طبعا بيتحدثوا عن استقلال القضاء، ده كمبدا عام، لكن تنفيذ احكام القضاء فيما يتعلق بالاحكام الباته والنهائيه، يعني الاحكام الاوليه او الاحكام اللي يبدو ان في نوع من الخلاف عليها هو مش هينفذها، او يعني يبان من يستوحى من روح البرنامج كده. قال لك تنفيذ الاحكام الباته والنهائيه وتعديل قانون السلطه القضائيه برضاء هذه السلطه، يعني برضاء هذه السلطه من قبل البرلمان وبرضاء هذه السلطه، وان يكون له دور هذا امر هام في تعيين قاده الجهاز القضائي، وليس دور منفرد. يعني هو هنا مش بيقول ان الدور من عدمه، لا هو هنا بيقارن الدور بالدور بتاع مبارك اللي كان بيعين بشكل منفرد، فبيقول وليس بشكل منفرد، ان هو يكون ليه دور ضمن مجموعه ادوار او ضمن مجموعه اخرى بتحدد قيادات الهيكل القضائي. في برنامج حمدين صباحي بعض الابتصار الشديد فيما يتعلق باستقلال القضاء،
لكن في برنامج خير الله مراجعات التشريعات ايضا من قبل السلطه القضائيه، يعني هو مكلف هنا السلطه القضائيه هي اللي بتراجع التشريعات. وعند خالد علي ان هو بيعطي ضروره وجود موازنه ماليه او ضروره وجود قدرات ماليه للجهاز القضائي حتى يستطيع ان يستقل بذاته. وفي 100 يوم بتاعه موسى ان العداله الناجزه مهمه للغايه، ويكون هناك نوع من القصاص، وما وضحش القصاص لا هو مين، ولكن يستوحى من المساله. طبعا القصاص لما تتكلم عليها بعد الثوره مقصود بها القصاص من انصار النظام الظالم اللي هو كان جزء منه، ولا تعرف كيف يتم هذا القصاص او دون ان يوضحه. ودون ان يوضح هل 100 يوم كافيه لهذه العداله لتنفيذ احكام القضاء، لان نتحدث عن تنفيذ احكام القضاء في القضايا عشرات الالاف من القضايا التي لم تنفذ وتم البت فيها باصدار احكام. فيما يتعلق بالشق الاخر وهو الدستور هنا عبد المنعم الفتوح بيتحدث عن وضع اول مهام وضع دستور وفاقي، يعني هو بيأكد على ان مفيش دستور قبل الانتخابات، وان هيكون له دور في الاعداد لمثل هذا الدستور، وان كان هيتم وضعه بشكل وفاقي. بيتكلم عن الديمقراطيه التشاركيه اللي هي مش ممكن ابدا تكون تصل الى حد الوقوف عند الانتخابات، لا، صنع القرارات فيما يتعلق ب الامور ذات الطابع التشريعي وذات الطابع التنفيذ، يعني حتى بداخل المؤسسات تحدث عن المشاركه في اتخاذ القرار بما اسماه بين قوسين الديمقراطيه التشاركيه. محمد فوزي عيسى بيتكلم عن حريه العقيده. حسام خير الله بيتحدث عن الشريعه الاسلاميه مصدر اساسي للتشريع في هذا الدستور. عمرو موسى بيتحدث عن نفس الاطار، ولكن بين قوسين كده بيسميها مش بقى مبادئ ولا احكام، مبادئ العامه، كما لو كان في نوع من التنويع بشكل اكبر للشريعه. لما تعوز تموع بانجاز التعبير تموع هذا الاسلوب فتقول مبادئ وليس احكام، فهو موعه بشكل اكبر، فقال لك المبادئ العامه للشريعه الاسلاميه. الغريب ان برنامج مرسي بيتحدث عن الشريعه الاسلاميه فيما يتعلق بانها مصدر رئيسي للتشريع على الاطلاق. هل ده عن تجاهل المقصود منه، ولا هل ده عن نوع من التحصيل الحاصل؟ هذا امر كان بالطبع غير واضح في هذا البرنامج. الشيء الاخر او الامر الاخر هو الاداره، ونقصد بالاداره هنا مدى المركزيه او اللا مركزيه. 3 برامج اساسيه تحدثت عن برنامج عبد المنعم الفتوح وبرنامج حمدي وبرنامج موسى، تحدثوا عن اللامركزيه ودور الاهتمام مساله اللامركزيه ودعم اللامركزيه من خلال عده وسائل. ارتبطت عند برنامج ابو الفتوح بالانتخابات لكل المستويات المحليه التنفيذيه والتشريعيه، وبانشاء وحدات انشاء تقسيم محليات لوحدتين، محافظات ومدن كبرى من ناحيه، والمدن والقرى والمراكز من ناحيه ثانيه. هناك في اعاده تقسيم، واكد على انها تنطلق في مجال التنميه الا باستثناء الامور الخاصه او في اطار السياسات العامه للدوله، وهذا مفهوم طبعا. حمدين صباح يتحدث عن الانتخابات في حتى منصب العمد، يعني انتخابات في الاطر التشريعيه اللي زاد الطابع الشعبوي فقط، مع انتخاب المحافظين، مستوى المحافظين على بشكل اساسي. تحدث عن الرقابه الشعبيه. برنامج 100 يوم بتاع عمرو موسى تحدث عن اللي احنا قلنا فيه امال كتيره قوي، يعني من الصعب ان ال 100 يوم دي تنجز فيه على كافه الاصعده، ممكن الاقتصاديه، ممكن حتى تطال حتى الاصعده الاقتصاديه كما ستذكر لنا الدكتوره منال. ال 100 يوم هيتم فيها تشكيل اداره كفءه دون ان يقول كيف، لا تهميش للمحافظات الساحليه ولا محافظات الحدود خلال هذه ال 100 يوم. توزيع السلطات ايضا ما بين المركز والاقاليم، ما بين المركز والاقاليم. الكل مستويات هيبقى فيها انتخابات، وانتخابات لمده محدوده، ما يبقاش حاجه اسمها انتخابات مفتوحه زي الشعب والشورى، لا، انتخابات لمده محدوده، والمرتين مقصود بها انها المرتين فقط وليست مدى مفتوح. وان يكون لكل محافظه ظهير صحراوي، جزء من الظهير الصحراوي.
بالانتقال السريع قوي عشان الوقت للمؤسسه الامنيه اذا كانت جيش او شرطه. طبعا ده كان واضح في برنامج ابو الفتوح وحمدين وعيسى وخير الله ومرسي وخالد علي وموسى. لكن ابو الفتوح تحدث تحديدا وكلها تحدثت عن احترافيه الجيش، يعني كلها تحدثت عن احترافيه الجيش كمؤسسه عسكريه، ومن ثم كان الكلام العكسي غير صحيح، يعني ما كانش واضح، لكن تقدر تستشف ان الكلام العكسي اللي هو دور الجيش في العمليه السياسيه مرفوض تماما. ابو الفتوح تحدث عن تنويع مصادر السلاح، هذا هو الجديد في مقارنه بباقي البرامج. وخالد علي تحدث عن لا عسكره للجيش في الوظائف المدنيه، لا عسكره للوظائف المدنيه على الاطلاق، وتحدث طبعا عن امر متميز عن باقي البرامج، وهو ان المنشآت الاقتصاديه او الدور الاقتصادي للجيش في بعض الامور وبعض القطاعات يجب ان يؤول للقطاع المدني، يعني يبتعد عنه الجيش تماما. واعتقد ان دي من الخطوط الحمراء للجيش، لانها فيها طبعا كم كبير جدا من الوفورات الماليه التي تاتي للجيش بالطبع. الشرطه تحدث بشانها 5 برامج، ابو الفتوح وحمدين ومرسي وخالد وموسى، وكلها تحدثت او عن هيكله الجيش، هيكله الشرطه بشكل او باخر، هيكله هذا القطاع، احترام قيمه القانون. ابو الفتوح زاد لهذا البعض وجعل ان هناك يعني يجب ان ما نحاولش الشرطه او قادت وكان هذا النظام كما كان موجود في قبل الثوره. حمدين صباح حدث عن رقابه قضائيه لجهاز الشرطه، وموسى تحدث عن ان 100 يوم سوف يتم حفظ او سوف يتم الانتهاء من اي مشاكل امنيه بعد 100 يوم من البرنامج. وده احنا قلنا ان هو دايما يتحدث عن 100 يوم بشكل طموح للغايه وبشكل مبالغ فيه دون ان يضع اي اليات. قبل الاخير المؤسسات الغير رسميه، هناك النظام الحزبي، المجتمع المدني، الاعلام. كانت معظم البرامج المكتوبه او البرامج المكتوبه تحدثت عن هذه الامور الثلاثه، لكن بشكل مختصر للغايه فيما يتعلق بها الى حد كبير. ربما برنامج الفتوح تحدث عن ان الاحزاب السياسيه، قانون الاحزاب السياسيه وقانون من القوانين الاستثنائيه يجب ان تتغير. تحدث محمد عيسى فوزي او محمد فوزي عيسى عن ان تداول السلطه يحتاج لنظام برلماني، والنظام البرلماني حتى اساسه تداول السلطه بين الاحزاب السياسيه، لكن ده مش على الفتره بتاعته، يعني ده بعد كده، يعني ما ينفعش الفتره اللي احنا فيها اللي جايه ديت. الفتره اللي جايه دي هي فتره نظام رئاسي وليس نظام برلماني. قربت ان انتهي. المجتمع المدني 6 برامج تحدثت عنه، وكلها كانت تحدثت عنه بشكل ايجابي وانفتاحي، وبعضها تحدث عن قانون للجمعيات الاهليه او مؤسسات المجتمع المدني. الاعلام 4 برامج، فتوح ومرسي وموسى وحمدين، وتحدثت بالطبع عن ضروره الارتقاء بهذا في عبارات ذات طابع انشائي الى حد كبير، ولم يختفي هذا الطابع الانشائي ايضا عن الامر السادس والاخير، وهي حديث البرامج عن وجود بعض المشكلات الاساسيه، واللي حصرتها في 3 مشكلات: مشكله الفساد، مشكله المسيحيين، ومشكله المراه، حقوق المسيحيين وحقوق المراه. البرامج تحدثت عن وجود فيما يتعلق بالفساد عن وجود اجهزه رقابيه لمواجهه الفساد في 6 برامج، ومراجعه التشريعات الخاصه بالفساد وتضارب المصالح. وصل وعند حمدين صباحي الانشاء او تشريع قانون لمحاكمه رئيس الجمهوريه ومحاكمه الوزراء. عند موسى برضه برنامج 100 يوم، ما فيش فساد بعد 100 يوم. عند خالد حالي انهاء الواسطه والمحسوبيه. طبعا بالنسبه لحقوق المسيحيين البرامج برضه تناولتها فيما يتعلق بالحكم بالشريعه الاسلاميه وشرائع المسيحيين، يعني كلمه اضافه شرائع المسيحيين او يحكم المسيحيين بشرائعهم الخاصه، ده كان موجود في برنامج موسى وبرنامج مرسي. في مسألة حقوق المرأة كانت هناك أمور كثيرة أيضا، وكانت عبارات ذات طابع إنشائي إلى حد كبير. حتى بالنسبة لمحمد مرسي، يعني حتى بالنسبة لمحمد مرسي
بدون اي استثناءات فيما يتعلق بحقوق المراه، واللي كان بالامس بيرفض على احد القنوات الفضائيه ان تحاوروا الى جانب مجدي الجلاد احد السيدات. فده كان بشكل عام نظره سريعه عن مقارنه بهذه البرامج. وطبعا اللي ينظر الى الوسائل الاخرى زي التلفزيون والصحافه والتلفزيون تحديدا ربما يجد، لكن هذا الذي كلفت به، ربما يجد ان هناك امور كثيره مكمله لمثل هذه البرامج المكتوبه، والزخم عليها طبعا بيكون اكبر. نسبه الاميه العاليه بتجعل ثقافه الناس في مصر ثقافه سمعيه اكثر من انها تكون ثقافه مكتسبه بالقراءه. على هذا القدر اكتفي، دهمنا الوقت، واذا كان هناك اي من ثمة ملاحظات فاتمنى السماع اليها، واشكركم من حسن الاستماع. شكرا للدكتور عمرو على هذا العرض المتميز الشامل الذي ينم عن خبرة كبيرة في الدراسات البرلمانية والسياسية. والحقيقة أن مشكلة البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية والمرشحين في مصر مشكلة تاريخية. فأنا أذكر في انتخابات 84 عندما كنت عضو رسالة الدكتوراه قابلت قيادات الأحزاب، وكان أحد الأهداف الرئيسية للمقابلة هي معرفة مضمون ومحتوى البرامج الانتخابية بحكم أن الانتخابات كانت بالقايمة، ومعرفة مين اللي بيكتب البرنامج والإجراءات المتعلقة بالبرامج الانتخابية. من الطرائف لما قابلت كمال الشاذلي قال لي برنامج ايه؟ احنا حزب الأغلبية والشعب كله معانا، نعمل برنامج ليه؟ الشعب معانا يا أخي، مش محتاجين برنامج. لما رحت حزب الأحرار فرئيس الحزب مصطفى كامل مراد قال لي برنامج. لما قابلت أمين عام الحزب قال لي برنامج ايه؟ ده لما مقالتين ولزقهم مع بعض وقال ده برنامج الحزب. الوحيد، الحزب الوحيد الذي كان له تفكير دقيق ومنهجي في مسألة إعداد برنامج انتخابي حقيقي كان حزب التجمع، ورغم ذلك حصل على أقل نسبة تصويت في تلك الانتخابات. يعني إذا ده بيأكد إنه لا الأحزاب السياسية عندها فكر في إنها تخاطب الناخبين وفقا لبرامج، ولا الناخبين عندهم استعداد يقارنوا أو يفضلوا بين المرشحين وفقا لبرامج. وحتى أن المرشح محمود حسام عندما سئل عن برنامجه الانتخابي قال برنامج إيه؟ ده احنا بنتكلم موضوعات كده وخطوط عريضة ورأينا فيها، وبعد كده بقى لما نحكم نبقى نتكلم على برامج. شكرا للدكتور عمرو. والآن نستمع إلى الدكتورة منال متولي حول السياسات الاقتصادية في برامج الأحزاب، في برامج الرؤساء المرشحين. والدكتورة منال هي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد، وأعتقد أنها بهاتين الصفتين تستطيع أن تستجلي وتتناول بعمق ودراسة متأنية للسياسات الاقتصادية لمرشح الرئاسة. فلتتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لحضرتك على التقديم، وأتمنى أكون عند حسن الظن، وبشكر دكتورة نورهان على تشريفي إن أنا أكون مع حضراتكم النهارده، وشكر لوحدة دراسات الشباب ولفريدريش إيفر. النهارده الجزء الخاص اللي المفروض اتكلم عنه خاص بالرؤيه الاقتصاديه، فانا عملت زي تصور ايه اهم الحاجات اللي محتاجين نتكلم فيها. اول حاجه ايه هي الملامح الاقتصاديه العامه اللي اتفق عليها معظم البرامج الرئاسيه اللي هي المتاح عنها يعني برنامج تفصيلي زي ما اشارت المنصه.
والجزء الثاني بعد الملامح الاقتصاديه العامه، اذا اردنا نعمل نوع من انواع تقييم للرؤيه الاقتصاديه لهذه البرامج، ايه العناصر اللي نعتمد عليها؟ هنعتمد على اولا مدى ارتفاع سقف الطموحات الاقتصاديه. الحاجه الثانيه مدى شموليه التناول لبعض القضايا الاقتصاديه، يعني هل في قضايا اقتصاديه كان يجب او كان من الممكن ان تتناولها هذه البرامج الرئيسيه. مدى استهداف كافه فئات المجتمع واستكمال منظومه الاصلاحات التشريعيه وطبيعه العلاقه مع الاطر المؤسسيه القائمه. هل استطاعت هذه البرامج استعاده ثقه المستثمرين ام لا؟ ما هو الوضع بالنسبه لاداره اصول الدوله؟ ومدى توافر الموارد التمويليه اللازمه لهذه البرامج. انا ده تصوري ان دي اهم العناصر اللي احنا لازم ناخدها في الاعتبار عند تناول الرؤيه الاقتصاديه لهذه البرامج. طبعا يعني الحدث في حد ذاته اللي هو هذه الانتخابات الرئاسيه ليها حاجتين اساسيتين. الحاجه الاولى ان لازم الناخب اللي عليه مسؤوليه الاختيار بيعرض عليه برنامج انتخابي يستطيع ان هو يفهم هذا البرنامج هيتنفذ ازاي، الفتره الزمنيه بتاعت التنفيذ، وخصوصا يجب ان نفرق بين حاجتين. اذا كانت الفتره التنفيذ بنتكلم على فتره الرئاسه اللي هي ال4 سنين، ولا بنحط طموحات وامال لما يتم تنفيذه بعد كده. الحاجه الثانيه برضو المرشح للرئاسه يجب عليه ان يعني يبدا هذا العهد. احنا عندنا تحدي اساسي، كيف يمكن استعاده ثقه الجميع في الداخل والخارج. ده اهم حاجه بيحتاجه الاقتصاد المصري في هذه المرحله، ان نسترد الثقه مره اخرى حتى نستطيع ان نبني رؤيتنا الاقتصاديه وان ننفذها على اساس صحيح. لما نتكلم على الملامح الاقتصاديه العامه، بمراجعتي لمعظم البرامج الانتخابيه هنلاقيها ركزت على بعض القضايا الاقتصاديه، وهي يطلق عليها انها عناوين اقتصاديه عامه بيتفق عليها معظم البرامج او اي مرشح هيتكلم على موضوع على البرنامج الانتخابي. يعني اول حاجه لازم هيتكلم على ازاي نرفع معدل النمو الاقتصادي وربط ذلك بالعداله الاجتماعيه. في تصوري ان مش كل البرامج اتفقت ان عندها اهداف، بمعنى انك لما تتكلم على برنامج انتخابي لرؤيه اقتصاديه فلازم تحدد الهدف وتحدد ايه هي الاليات والبرامج اللي تساعدك على هذا الهدف. فعلا في برنامج محمد مرسي حط اهداف اقتصاديه، ولكن اللي هو تحديد معدل نمو مرتفع، ولكن هو مش الهدف ان انا اقول اجيب 7%، انما كيف يمكن لهذا المعدل النمو الاقتصادي المرتفع ان تصل ثماره الى الجميع ويستفيد منه كل افراد المجتمع، حتى لو اواجه بنفس المشكله اللي كانت موجوده قبل الثوره، ان انا عندي معدل مرتفع ولكن لا يحقق الاستفاده لكل فئات المجتمع. وبالتالي اصبح مفهوم العداله الاجتماعيه قاصر فقط على توافر بعض البرامج الاجتماعيه زي شبكات الامان الاجتماعي وغيره، ولكن في واقع الامر العداله الاجتماعيه مش شبكات امان اجتماعي، هي عداله اجتماعيه خاصه بتوزيع جغرافي لفرص العمل، توزيع جغرافي للاستثمارات حتى تستفيد منه كل المحافظات واقدر احقق العداله الاجتماعيه بشكل متوازن. القضيه الثانيه ربط الاجور بالاسعار، دي موجوده في البرامج كلها، بس يجب علينا ان نتحسب قضيه اساسيه. انا اذا استمريت دائما ابدا اربط الاجور بالاسعار دون ما ان البرنامج يحدد لي سياسه محدده لضبط الاسعار، هستمر في حلقه مفرغه ولن استطيع الارتفاع بمستوى المعيشي للمواطن. بالاضافه الى قضيه مهمه جدا، الحلقه الاقتصاديه ما هياش ربط الاجور بالاسعار بس، ربط الاجور بالاسعار والانتاجيه. فدي قضيه اساسيه كان يجب ممكن بعض البرامج تناولت الانتاجيه في سياق البرنامج، زي دكتور عمرو ما بيقول ان بعض البرامج فيها جمل طويله تشمل كل حاجه، لكن في واقع الامر كان لازم احدد الاليه المحدده اللي انا هربط الاجور بالاسعار فيها شكله ايه. بالاضافه لحاجه ثانيه، البرامج معظمها افتقدتها كلهم بيتكلموا على اساس ان انا هعمل اليات مؤسسيه جديده. المهم عندي انا عندي مجلس قومي للاجور موجود، دوره هيكون ايه الفتره الجايه؟ هعمل ايه بهذا المجلس؟ يعني لازم ان انا استفيد، مش معنى وجود برنامج انتخابي ان انا ههد وادمر كل المؤسسات، انا يجب علي اصلاح هذه المؤسسات وتعظيم الاستفاده من المؤسسات اللي انا ممكن استفيد منها الفتره القادمه. فكره تفعيل الحدين الادنى والاقصى للاجور اتفقوا عليها البرامج، بل بعض البرامج زي ابو الفتوح قال الحد الادنى للدخل والحد الاقصى للدخول. انما هي القصه دائما مش ان انا اتكلم عن حد ادنى وحد اقصى، كيف يمكن اصلاح هيكل الاجور نفسه، ده في حد ذاته قضيه تحتاج الى شغل كتير جدا حتى ان انا اواجه هذه المشكله. المشروعات القوميه الكبرى
دي اتفق عليها كتير جدا من المرشحين، وخصوصا الفريق احمد شفيق وكتير منهم. مشروع الرياده المحليه هذا اللفظ في برنامج دكتور محمد مرسي، انما دائما ابدا في تحدي اساسي قدامي، اذا كان هذا المشروع القومي بستفيد من الوضع الجغرافي لمصر سواء في السويس او سواء في سيناء او غيره، يجب ان يكون عندي هل هذا المشروع القومي هستطيع انجازه في مده زمنيه قد ايه؟ هل انا محتاجه كام سنه عشان اقدر هذا المشروع القومي ان انا يحقق لي الهدف اللي انا عايزاه؟ ونقطه التمويل دي نقطه اساسيه. لما الفريق احمد شفيق بيتكلم على ممر التنميه وانه هيهتم بهذا الممر، ففي تساؤل اساسي ازاي ان انا هوفر موارد التمويل اللازمه للتنفيذ. وخلي بال حضراتكم انا مش بتكلم على فترة رئاسية ممتدة 10 سنين أو 20 سنة، أنا بتكلم على إنجازات يجب أن يتم البدء في التفكير هنفذها إزاي من أول يوم أتولى فيه الرئاسة. فكرة المشروعات الصغيرة ومواجهة البطالة ده أمر لم يختلف عليه الكثيرين، لأن طبعا شيء طبيعي إن أنا أفكر هنهض إزاي بالمشروعات الصغيرة، وإن كان عندي تحفظ أساسي ان انا القصه مش يكون عندي مشروعات صغيره فقط، انما اربطها بالمشروعات القائمه في الحلقه المصريه بشكل جيد ازاي. الحد من الفقر، وفي بعض البرامج زي برنامج عم موسى حدد اهداف ان انا اخفض الفقر بنسبه 20% على مراحل زمنيه، ولكن زي ما انا بقول لحضراتكم ليس الامر ان انا احدد اهداف، يجب علي احدد الهدف واحدد الاليات اللي انا هتساعدني في تنفيذ الهدف في فتره زمنيه معينه. الاهتمام بالتعليم والصحة والتدريب دي قضية موجودة في كل البرامج. تشجيع البحث العلمي في المجتمع، وبعض البرامج حدد نسب معينة زي 7% أوصل لها من الناتج المحلي الإجمالي كإنفاق، ولكن كيف يمكن تحديد هذه النسب بالموارد المالية اللازمة لذلك؟ طرح بعض الحلول للمشكلات الاجتماعية زي العنوسة، أطفال الشوارع، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، دي معظم القضايا اللي اتفق عليها العديد من المرشحين. لما نيجي نتكلم على الأمور ما اتفقوش عليها، أو معنى إن في بعض البرامج أعطت مساحة لبعض هذه العناوين الاقتصادية أو هذه القضايا الاقتصادية أعطتها مساحة أكبر، زي استخدام الزكاة والوقف في برنامج محمد مرسي. بن عبد الله الاشعري اتكلم على انشاء صندوق للمصريين العاملين في الخارج لاستثمار اموالهم داخل مصر. ابو الفتوح اتكلم على انشاء صندوق قومي للزكاه والصدقات تحت الاشراف الاداري للازهر. احمد شفيق اقترح انشاء مفوض رئاسي للعشوائيات. تاسيس بنك للمعلومات يكون بمثابه الوعاء اللي يضم كل الافكار وبراءات الاختراع، ده حمدين صباحي. او مجلس اعلى لذوي الاعاقه واقتراح المجلس الاقتصادي والاجتماعي. انا بس اردت ان انا اقول ان في بعض القضايا الكل اتكلم عنها، وفي بعض الامور اختصت بيها بعض البرامج بتفصيل اكثر. هنشوف لما نتكلم على رؤيه تحليليه ليها ايه طبيعه الملاحظات على هذه المقترحات. لما نتكلم على مدى ارتفاع سقف الطموحات، الملاحظ بصفه عامه في كل البرامج ان هناك ارتفاع في سقف الطموحات الاقتصاديه، وده يمثل نقطه خطر في الاقتصاد المصري. ليه؟ لانك بترفع سقف الطموحات للمواطن، بتوعده بامال سريعه التحقيق وقد لا تستطيع تحقيقها بنفس هذه الدرجه، فده يمثل نقطه او تحدي يواجه البرنامج. وبالتالي كان يجب يعني ناخذ في الاعتبار ان عندنا تحديات موجوده في الاقتصاد المصري قد تؤثر بدرجه كبيره جدا على تحقيق هذه الطموحات في فتره زمنيه صغيره. انا بتكلم على فتره 100 يوم، ف100 يوم دي قد تكون فتره لا تستطيع ان انا احقق كل حاجه فيها. كنت امل ان انا اقول في خلال ال100 يوم اقدر احقق ما يلي 1 2 3 والباقي على مدار هقدر احققه. اذا فكره الطموحات دي تمثل تحدي قوي. الحاجه الثانيه زي ما بنقول شموليه التناول لبعض القضايا الاقتصاديه زي قضيه الانتاجيه. احنا عارفين احد التحديات في الاقتصاد المصري الانتاجيه وانتاجيه العمل، ومن ثم كان يجب لهذه القضيه ان تحتل اولويه. كان يجب على هذه القضيه ان تحتل اولويه هامه جدا، لان العامل المصري اصبح يواجه تحدي مش في الداخل، حتى في العالم. العماله الاسيويه وانواع اخرى من العماله بتنافسوا بشده نتيجه الانتاجيه. وبالتالي كنت اتمنى البرامج تقول هعمل ايه في الانتاجيه ومعايير التقييم والاداء عشان ارفع من انتاجيه العامل المصري. مش قصه التدريب لوحده، التدريب لازم يكون معاه معايير للاداء والتقييم. فكره الحوار الاجتماعي وانشاء المجلس الاعلى للاتفاقات الجماعيه. الكل بيتكلم على حد ادنى للاجور وحد اقصى للاجور. انا النهارده بتكلم على
وضع جديد في المجتمع المصري يجب ان يكون قائم على الحوار الاجتماعي، مش فكره ان المجلس القومي للاجور او الحكومه تحدد حد ادنى واقصى او زياده الاجور. لازم اعطي دور قوي للاتفاقات الجماعيه ما بين اصحاب الاعمال والعمال عشان ما اواجهش بالاضرابات والمشاكل اللي موجوده في الحاله المصريه. لازم يكون عندي في ضوء تجارب دول كتيره جدا يحط مجلس اعلى للاتفاقات الجماعيه يراعي التوازن ما بين الاعمال اصحاب الاعمال والعمال. فدي نقطه مهمه لازم اتكلم على فتره جديده في المجتمع المصري. انا مش بتكلم على الماضي ان الحكومه تحدد لي الزياده في الاجور او اليات الزياده بشكل معين ازاي. الجزء الثالث تحويل القريه المصريه الى قريه منتجه. معظم البرامج اتكلمت على قطاع الزراعه والاهتمام بالزراعه، ولكن الفكره ان انا ازاي ان القريه المصريه نفسها تكون قريه منتجه للغذاء اللي انا محتاجه. في بعض البرامج اتكلمت على الامن الغذائي واتكلمت عن الزراعه، لكن القريه نفسها ازاي تتحول، ازاي اوفر ليها الخدمات الاساسيه. في بعض البرامج زي برنامج محمد مرسي قال انا هتكلم على برنامج الألف قريه. ده صحيح، لكن انا مش قصدي انا اتكلم على افقر القرى، لا، ايه هي الاليات اللي تساعدني اوفر البنيه الاساسيه للقريه واساعدها على النمو والزراعه وانها تسوق المنتج بتاعها عشان تكون قريه منتجه مش قريه مستهلكه للغذاء وللعيش وكل حاجه بيحتاجها المواطن. اخر نقطه بتتكلم على الوضع بشان العلاقات الاقتصاديه الدوليه. نقطه اقامه اتفاقيه منطقه تجاره حره مع امريكا، ما كانش عندي تصور واضح في البرامج هيبقى الوضع بالنسبه لها ايه. هل يا ترى هنأمل لعقد هذه الاتفاقيه ولا لا؟ فكره المشاركه مع الاتحاد الاوروبي، بعض البرامج قالت احنا عندنا مشاركه الاتحاد الاوروبي، لكن التصور للفتره القادمه هيكون شكلها ايه؟ هذه الشراكه عندنا مراحل مختلفه هي لسياسه الجوار الاوروبي، الفتره اللي جايه هيبقى شكلها ايه؟ هكون انا محتاجه ايه؟ محتاجه عندي بعض الاتفاقيات زي اعلان اغادير، كيف يمكن ان ابني عليه عشان اسهل نفاذي الى السوق الاوروبي. يعني اذا في بعض القضايا التفصيليه كنت محتاجه اتعرف عنها بصوره اكثر عشان توضح الرؤيه حتى للمستثمر القادم قبل ما يكون للمستثمر المحلي. النقطه الثانيه مدى استهداف كافه فئات المجتمع. في عندي فئتين كنت احب الاقي برامج محدده ليهم جوه البرامج. الطبقه الوسطى. الطبقه الوسطى دي كان لازم ان يكون عندي برامج محدده انا هعمل مع الطبقه الوسطى ايه بشان قضايا الاسكان، بشأن القضايا الخاصة بالتعليم والصحة وغيره. مش مجرد المجتمع ما هواش الفقراء، المجتمع مش كله عبارة عن أخفض من حد الفقر أو نسبة الفقراء في المجتمع. هذه الطبقة مهمة اهتم بيها، إن كل ما ارتفعت هذه الطبقة ده اللي بينهض في المجتمع وثقافة المجتمع. المرأة المعيلة هي يعني فكرة المرأة بتتناول، يعني تم تناولها فعلا في كتير من البرامج الرئاسية، ولكن في بعض القضايا كنت اتمنى برنامج محدد. انا مش بدي المراه المعيله بمعنى ان انا اديلها مساعده اجتماعيه، لا، انا لازم كنت اتمنى. دكتور عمرو قال ان في بعض البرامج حجمها كبير، انا كان ممكن هذا البرنامج اتناوله بشكل مختلف، اهداف واليات، من هو المستفيد والفئات المستفيده وكل واحد هياخد ايه، وايه هي البرامج اللي تتناسب مع الافكار مع الاهداف اللي انا احققها، مش مجرد كلام وشرح نظري، لا، يعني كان طريقه التبويب اللي في البرنامج قد تساعد على التنفيذ بشكل جيد. استكمال منظومه الاصلاحات التشريعيه، في كتير منهم بيتكلم على الاصلاح الخاص بقانون الجمعيات الاهليه، اتكلموا على قانون النقابات، اتكلموا على الحريات النقابيه، لكن في قانون كنت اتمنى الاقيه بصوره واضحه، قانون حريه تداول المعلومات. هذا القانون من المهم جدا ان احنا نتكلم عنه في الفتره اللي جايه عشان نحقق الشفافيه. كيف يمكن لاي برنامج رئاسي يواجه الفساد دون ان يكون هناك قانون لحريه تداول المعلومات؟ وده امر اساسي وكان لازم الاقيه في البرامج بشكل جيد. وفكره قانون التطوع، احنا بنتكلم على المجتمع، نسبة كبيرة من الشباب توجهاتهم اختلفت ولهم طموحات، فلازم كتير جدا من دول العالم بيحط قانون للتطوع يشمل العديد من المزايا للشباب اللي بيشاركوا في منظمات أهلية وجمعيات أهلية، عشان يقدر بعد كده التطوع يبقى مش مجرد المشاركة في أي مجتمع أو أي أنشطة مجرد لها عائد مادي، بالعكس لها بعض المزايا غير المادية اللي تؤثر إيجابيا على الشباب. طبيعه العلاقه مع الاطر المؤسسيه القائمه، انا عملت حاجه ثانيه، مسكت كل برنامج حطه مقترح. لما اتكلم على مقترح خاص بانشاء الهيئه الوطنيه للتشغيل، ده اللي قاله احمد شفيق. طب انت بتنشئ هيئه وطنيه جديده للتشغيل، طب علاقتها ايه بوزاره القوى العامله ومكاتب التوظيف؟ يعني انا مش المهم اطرح اليه مؤسسيه جديده، هل انا معناها ان انا هستبدلها بما هو قائم؟ ولا طبيعه العلاقه معاها هتكون شكلها ايه؟ ده كان محتاج توضيح في البرنامج.
انشاء هيئه وطنيه للمشروعات الصغيره عند محمد مرسي وغيره من البرامج. طب علاقتها ايه بالصندوق الاجتماعي للتنميه؟ برضو انا مش عارفه، لازم احدد الاليات المؤسسيه القائمه انا هعمل معاها ايه. ده بيدي رساله للمواطن والعاملين في هذه المؤسسات انهم ما لهمش دور بعد كده. فده دي رساله تبقى خطيره، بعض الناس تبقى قاعده الان هيحصل معاها ايه بعد كده. احمد شفيق اقترح انشاء المفوض الرئاسي لتطوير العشوائيات. برضو انا مش عارفه هو علاقته بتطوير العشوائيات ايه. انا حاولت اشوف برنامج الانتخابي على النت، هو لسه ما نزلش لغايه دلوقتي. فانا مش عارفه برضو هو علاقته ايه بصندوق تطوير العشوائيات. ده صندوق موجود وله سلطات مع المحافظات وينفذ خطه قوميه لمعالجه القضيه العشوائيات. طب هل المفوض الرئاسي ده هيبقى دوره شكله هيعمل ايه؟ انشاء مفوض رئاسي لمكافحه الفساد. طب ده مفوض رئاسي لمكافحه الفساد، ده علاقته بايه بالاجهزه الرقابيه اللي موجوده زي هيئه النيابه الاداريه والرقابه الاداريه. الاتفاقيه العامه لمكافحه الفساد اشارت ان مصر لازم تنشئ هيئه وطنيه لمكافحه الفساد. هل ده معناه بديل الهيئه الوطنيه؟ لا، ما اعتقدش ان هو هيكون بديل الهيئه الوطنيه لان لها مواصفات اخرى، وبالتالي انت بتنشئ مؤسسات جديده محتاج تحدد وضعها ايه للي عندك او للي انت التزمت بيه دوليا. انشاء مجلس اعلى لذوي الاعاقه، ده هدف جميل، بس علاقته ايه بالمجلس القومي للطفوله والامومه؟ انا عندي المجلس القومي للطفوله والامومه محتاج اشوف البرامج اللي كان بينفذها ايه. قد يكون مشكله المجلس القومي للطفوله والامومه الان مشكله التمويل، فلما انشئ مفوض مجلس اعلى تاني لذوي الاعاقه التمويل بتاعه هيكون شكله ايه وعلاقته ايه بالمجلس القائم. انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي ده اللي قال عليه عمرو موسى عشان لوضع السياسات الاقتصاديه والاجتماعيه. طب ده هيكون علاقته ايه بالوزارات القائمه؟ هل له سلطه على الوزارات؟ وايه هيبقى علاقته بوزاره التخطيط والتعاون الدولي؟ لان طبعا لازم احدد العلاقات المؤسسيه لضمان الاصلاح المؤسسي والاستقرار الاقتصادي والسياسي داخل الدوله. النقطة الخاصة باستعادة ثقة المستثمرين في مستقبل السياسة الاقتصادية المصرية. أنا يعني بعتقد إن كل الأهداف اللي محطوطة لمواجهة البطالة في كل البرامج لن تستطيع الدولة بمفردها أن تقود الاستثمار. لازم يكون عندي دور مكمل معاها للقطاع الخاص. فكنت أتمنى إن هذه البرامج تطرح إيه رؤيتها الفترة الجاية حتى أستعيد ثقة المستثمر. إيه طبيعة الإجراءات اللي أنا محتاجاها في التراخيص. أنا تقرير مؤشر أداء الأعمال بتاع 2012 بتاع العالم، الرانك بتاع مصر بدل بعد ما كان 108 وهو منخفض أصلا بقى 110. يعني أنت الرانك بتاعك في كل المؤشرات ناقص. طب إذا كان يجب على البرنامج يشوف إيه هي العوامل اللي خلت تنافسيتي أنا في ثقة الاستثمار ومناخ الاستثمار تدهورت، وأطرح في البرنامج إيه الإجراءات اللي أنا عايزها الفترة الجاية عشان المستثمر يتخذ القرار. لأن المستثمر هينتظر لغاية لما أنت تقول له هتعمل إيه، وبالتالي هو لا يمكن أن يتخذ أي قرار إلا بعد ما يجي الرئيس ويبتدي يطرح الرؤية. فكده أنا بأعجل بالتكلفة على الاقتصاد المصري التكلفة الاقتصادية. إدارة أصول الدولة. عندي حاجتين قلت أفكر فيهم. عندي المقترح بتاع عمرو موسى إنه كان بيتكلم على إن هو هينشئ شركة قابضة عملاقة تنتقل إليها ملكية كافة الشركات القابضة التابعة للوزارات. بس انا عندي كذا سؤال محتاجه يعني استوضح. لان اول حاجه انا عندي شركات قابضه تابعه للوزارات، عندي انشطه مختلفه، هيتم التعامل مع الانشطه المختلفه ازاي وطبيعه المشاكل. في بعض الشركات عندها مشاكل اداره، في بعض الشركات عندها مشاكل عماله، في بعض الشركات محتاجه استثمارات، وبالتالي لا يمكن احطهم في سله واحده. لازم افكر كل شركه لها اطر مختلفه للتعامل معاها. ازاي هدبر الاموال عشان اضخ استثمارات في الشركات؟ حضرتك حطيتهم كلهم في مكان واحد. ما هي الاولويات اللي هتعتمد عليها عشان تضخ استثمارات لهذه الشركات؟ على اي اساس؟ هل تبتدي بالنسيج؟ تبتدي بالصناعات الغذائيه؟ لازم احدد المعايير عشان اعرف انا احطهم في شركه قابضه عملاقه ازاي. عندي محمد مرسي اقترح انشاء مؤسسه متخصصه تجمع بين القطاعين العام والخاص لرعايه التنميه الشعبيه. ده اللفظ اللي اشار في البرنامج بتاعه. بس انا برضو ما زلت اتساءل يعني ايه اعمل مؤسسه تجمع ما بين العام والخاص وفي نفس الوقت الادوات والاليات شكلها ايه؟ انا افهم العام والخاص في اي مشروع استثماري، ولازم العام يكون نسبه 25% عشان رقابه الجهاز المركزي للمحاسبات. بس هذه المؤسسه كنت اتمنى بعد التفاصيل حتى اتبين الدور اللي ممكن تقوم بيه. النقطه الاساسيه اللي بتخلي سقف الطموحات عالي عند المجتمع وعند الافراد المجتمع انك توعدهم بوعود وقد تواجه بتحدي كيف يمكن تنفيذ هذه الوعود. انت تعد بانك هتعطي اعاده بطاله،
انت تعد بانك اعانه البطاله تمثل 50% من الحد الادنى للاجور. اضرب اعانه البطاله دي في عدد المتعطلين تقدر تعرف حجم او عبء قد ايه اللي عليك عشان تقدر تنفذ الكلام ده. بتقول معاش لمن لا معاش له. بتقول احمد شفيق الرعايه 1000 مخترع مصري. البدء في تنفيذ المشروعات الاقتصاديه المقترحه، كل المشروعات اللي اتكلموا عنها وزاره الانفاق على البحث العلمي. تساؤل اساسي انه كنت اتمنى ان البرامج الانتخابيه تطرح مصادر تمويليه مقسمه، بمعنى ان انا مش هقول ان انا هعتمد على علاقاتي، لا يمكن ان انا احدد احتياجاتي التمويليه وكفايتها بناء على وعود. انا لازم اقول انا احتياجاتي التمويليه محدده بالمبلغ الفلاني، والتصور لهذه الاحتياجات هجيب مبلغ كده قد كده من الموازنه العامه للدوله، قد كده من مساهمه القطاع الخاص، قد كده من علاقاتي الدوليه او المؤسسات الدوليه، لكن لا يمكن ان اعتمد على التنفيذ بناء على حلول تعتمد على وعود من دول اخرى، او بناء على انك هتسترد اموال من الخارج قد لا استطيع استردادها في خلال الفتره الزمنيه اللي بتكلم عليها. ولازم وحتما ان كنت اتكلم على في واقع الامر القدره الذاتيه، اخر نقطه، القدره الذاتيه للاقتصاد المصري. انا عندي بعض الموارد اللي موجوده في الاقتصاد المصري زي مناجم او محاجر او بعض المصادر المختلفه، كنت اتمنى ان انا اشوف كيف يمكن لهذه الموارد اللي عندي استخدمها عشان اولد منها تمويل، لان انا مش ممكن اعتمد على التمويل دايما على مصادر خارجيه تقلل او تخفض من الجداره الائتمانيه للاقتصاد المصري. شكرا واسفه لو اطلت. شكرا. الحقيقه شكرا للدكتوره منال على هذا العرض العميق، واللي بيتبين منه ان الكثير من الرؤى الاقتصاديه لكثير من المرشحين اتسمت بالعموميه واحيانا بالكرنفاليه، حتى انهم يقترحون مؤسسات او هيئات تتعارض مع هيئات قائمه، ولا يوجد مصادر تمويل كافيه يمكن من خلالها تفعيل هذه الآليات، مثلما نتحدث مثلا عن إعانة للبطالة تبلغ كذا لأكثر من 30 مليون مواطن، وبالتالي لو نتصور الالتزام بهذه الإعانة في ميزانية الدولة يطرح الأمر مصادر التمويل من أين؟ فالأمر لا يتعلق في السياسات الاقتصادية بمجرد مقترحات دون وضع آليات جيدة وموضوعية للتنفيذ أو للتمويل. شكرا للدكتورة منى. والآن معنا الأستاذة الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية لتعرض رؤيتها وتعقيبها عن هذه القضايا التي طرحت. الحقيقة بداية أنا بشكر طبعا أخي وأستاذي الدكتور صفوت العالم على الحقيقة تشريفه، وكذلك أختي الأستاذة الدكتورة منال على العرض الهائل للجوانب الاقتصادية. احنا الحقيقة لا نعيها تماما، والحقيقة كان حاجة شيقة جدا ان انا اسمع هذا العرض وهذا التفصيل. وطبعا الشكر للدكتور عمرو هاشم على تشريفه. الحقيقة كان ورقة ثرية جدا وعرض هايل، والابن العزيز نادر على وجوده معانا. الحقيقة انا بعتز بيه، هو ناشط سياسي وحقوقي، ويعني اكيد اللي بينزل مظاهرات منكم اكيد بيلتقي بيه وعارفه كويس جدا، لانه دائما حضور في كل اللحظات الوطنيه الحرجه اللي احنا بنمر بيها. الحقيقه بقى الشكر كل الشكر لمؤسسه فريدريش إيبرت على دعمها لهذا البرنامج، والسيد فيليكس ايفنبرج الممثل المقيم للمؤسسه، الحقيقه اللي هو دائم الحرص على حضور يعني الانشطه الخاصه بالوحده ودعمها دون تردد. الحقيقه انا المفروض هتكلم عن توجهات السياسه الخارجيه في برامج مرشحي الرئاسه، والحقيقه توجهات السياسه الخارجيه يمكن كانت اقل حظا بكثير من يعني الاوضاع الاقتصاديه والاوضاع السياسيه. مش عايزه اقول اول ملحوظه يعني لاحظتها على برامج المرشحين بدون استثناء كانت تراجع اولويه السياسه الخارجيه في برامجهم جميعا. يعني دايما السياسه الخارجيه كانت تحتل الجزء النهائي او الختامي في البرنامج، وبتقريبا اقتضاب شديد جدا. يعني برنامج السيد عمرو موسى جه حوالي 80 صفحه، كان منهم 4 صفحات فقط خاصه بالسياسه الخارجيه، رغم انه كان وزير خارجيه ورغم كل اهتمامه بالعلاقات الخارجيه. وده الحقيقه اكبر جزء افرد للسياسه الخارجيه.
المرشح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح يعني تقريبا البرنامج كان جاي في حوالي 46 او 47 صفحه، منهم فقط صفحتين خاصتين بالسياسه الخارجيه. فاول ملحوظه انها كانت ضآلة الحجم او المساحه المخصصه والاهتمام بقضايا السياسه الخارجيه بصفه عامه. باقي المرشحين هي كانت مجرد اشارات كده في باراجرافات او اشارات عابره يعني لا تتجاوز الباراجراف او الاثنين بالكثير جدا. وده يمكن ممكن تفسيره في اطار الاهتمام بالقضايا الداخليه والحاحها، وان القضايا الاقتصاديه زي ما اشار الدكتوره منال والقضايا السياسيه زي ما اشار الدكتور عمرو هي الحقيقه اللي بتشغل هم المواطن العادي، وبالتالي كل الفكر والتركيز منصب اليه. الملحوظه الثانيه وده بتتفق الحقيقه مع الملاحظات الكثير عرضت في الجانب الاقتصادي اللي هي عموميه التناول في قضايا السياسه الخارجيه. يعني الحقيقه كان في عموميه شديده جدا في تناول كل قضايا السياسه الخارجيه وكل المقترحات اللي قدمها المرشحين بلا استثناء ايضا، وبدون يعني توضيح طب كيف لهم ان ينفذوا هذه المقترحات وهذه الطموحات دون يعني برنامج زمني واضح بخطوات محدده باجراءات محدده. هيعملوا ده ازاي؟ الحقيقه ما كانش فيه توضيح لهذا نهائيا. يعني الحقيقه الملحوظه الثانيه في مجال العموميه ان هي الكلام كان فضفاض جدا وما كانش الحقيقه بيعكس اي رؤيه متبلوره حوالين كيف يمكن مواجهه التحديات والمستجدات الدوليه والاقليميه. مصر بتشهد متغيرات حواليها متغيرات اقليميه كثيره جدا، الثورات العربيه وغيرها واقتصاد السودان الى اخره، كل دي متغيرات الحقيقه متداخله ومتشابكه ما يحدث في سوريا، لكن ما كانش في اي رؤيه اطلاقا لكيفيه التعامل في مرحله ما بعد الانتخابات مع هذه المستجدات. وكذلك الحال على الصعيد الدولي، ما كانش ايضا في يعني رؤيه متبلوره في تغير حقيقي في النظام الدولي بيحدث، وهذا التغير اكيد هيبقى له تداعيات واثار وانعكاسات على مصر. ما كانش في برضه ايضا توضيح كيف لمصر انها ستتعامل مع هذه التغيرات في النظام الدولي. الاهم بقى ما كانش في رؤيه ايضا لكيفيه توظيف السياسه الخارجيه لخدمه القضايا الداخليه. الحقيقه في قضايا داخليه ملحه جدا وعلى اهمها وعلى اولويه الاجنده الداخليه القضايا الاقتصاديه بصفه عامه وقضايا العداله الاجتماعيه. لم يكن هناك رؤيه لكيفيه توظيف السياسه الخارجيه المصريه لخدمه هذه القضايا وازاي ممكن انا اوظفها لخدمه الاقتصاد الوطني وخدمه قضايا العداله الاجتماعيه بشكل عام زي يعني وبينها طبعا البطاله والفقر والى اخره من القضايا. النقطة الثالثة الحقيقة اللي لاحظتها على برامج المرشحين فيما يتعلق بجزء السياسة الخارجية الهوية الوطنية. الهوية الوطنية تم تحديدها تقريبا من جانب كل المرشحين إن لم يكن معظمهم إنها عربية إفريقية إسلامية. العربية جاءت في رقم واحد في كل المرشحين، وبالتالي الدائرة العربية هي الدائرة رقم واحد في أولويات هؤلاء المرشحين وفي الهوية الوطنية لمصر. ترتيب الحقيقه الدائرتين الافريقيه والاسلاميه اختلف. في كثير من مرشحي التيار الاسلامي كانت طبعا الدائره الاسلاميه هي رقم 2، فكل عربيه اسلاميه افريقيه. في بعض المرشحين قالوا لا عربيه افريقيه اسلاميه، لكن في النهايه هذه هي الهويه الوطنيه كما حددوها زي ما قلت مع اختلاف ترتيب الهويه الاسلاميه والافريقيه. كان في اهتمام واضح جدا بالدائره الافريقيه في برامج تقريبا معظم المرشحين، وده يمكن تفسيره في ضوء قضيه المياه وحصه مصر من المياه والحاح هذه القضيه واثارتها ويعني احتوائها او شغلها لحيز لا بأس به من الإعلام. في مجال القضايا العربية كان في إشارات للقضية الفلسطينية وفي إشارات أيضا لقضية السودان، ولكن لدى بعض المرشحين يعني بعض المرشحين أطلق كده التعبير اهتمام بالقضايا العربية أو الإفريقية دون تحديد، لكن الحقيقة في بعض المرشحين أفردوا جزء لا بأس به عن القضية الفلسطينية زي الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وزي حمدين صباحي وبرضه أيضا السيد عمرو موسى. النقطة الرابعة اللي لاحظتها في قضايا السياسة الخارجية فكرة وضع رعاية المصريين في الخارج ضمن أولويات المرشحين. يعني الحقيقة دي أمر غير مألوف في برامج المرشحين للرئاسة. يعني احنا لو قارناها ببرامج المرشحين في 2005 وان كان طبعا زي ما قال دكتور الحقيقه صفوت كان برامج في معظمها هزليه، لكن لو قارناها بهذه البرامج نجد ده امر غير مألوف ان تدرج رعايه المصريين في الخارج ومصالح المصريين في الخارج ضمن اولويات او ضمن البرنامج السياسه الخارجيه.
وده انا الحقيقه فسرته بانه بيرجع لان المصريين في الخارج اصبح لهم حق التصويت، وبالتالي اصبحوا كتله تصويتيه لا باس بها. بيسعى كثير من المرشحين لجذب هذه الاصوات يعني الاستفاده منها على نحو واضح. ولكن للاسف مش كل برضه المرشحين، يعني هم اعتقد كان في اشارات من جانب الدكتور السيد عبد الموسى، الدكتور عبد المنعم الفتوح، الدكتور محمد مرسي وهشام بسطويسي، اعتقد هم دول اللي اشاروا، دول 4 ضمن ال 13 مرشح. لكن هو يعني امر جيد ان تظهر هذه الكتله التصويتيه او يعني رعايه المصريين في الخارج ضمن اولويات السياسه الخارجيه المصريه، لان انا بعتقد ان ده امر هام جدا، والمفروض ان مهمه البعثه الدبلوماسيه الرئيسيه والقنصليه طبعا هي رعايه مواطني الدوله ورعايه المصريين في الخارج. ولو ان زي ما قلت ده ما كانش محتل اولويه ضمن برامج كل المرشحين، لكن على الاقل شيء جيد انها تظهر في برامج بعضهم. النقطه الخامسه كانت بتتعلق باولويه استعاده الدور الاقليمي لمصر. الحقيقه كان في عدد من المرشحين اتكلموا عن